مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. ورود عدد من برقيات التهاني بمناسبه عيد الاستقلال. اكمال استعدادات احتفالات ذكرى الاستقلال في اقليم جنوب البحر الاحمر. بذل جهود فاعله لبناء خزانات المياه في الاقليم الجنوبي. بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في مالي تغادر البلاد. زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية جديدة. اشتباكات حدودية بين الجيش الباكستاني وطالبان الأفغاني. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء مصر واستراليا واسبانيا وكرواتيا ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة اريتريا بمناسبة الذكرى 33 لاستقلال البلاد. وعرب رئيس جمهورية مصر السيد عبد الفتاح السيسي وحاكم عام استراليا السيد ديفيد هارلي وملك اسبانيا فيليب ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش عن تمنياتهم بدوام الصحة والتوفيق في العمل للرئيس السياسي أفورقي والسلام والازدهار للشعب الاريتري. وأعرب رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائية البناءة بين إريتريا ومصر، مؤكدا على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. أعلنت رئيسة لجنة الاحتفالات في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة حواء محمد اكتمال الاستعدادات التي ظلت جارية على مستوى الإقليم للاحتفال بعيد الاستقلال، وأوضحت إجراء الاستعدادات لحوالي شهرين لإعداد برامج تعكس النضال المرير الذي يخيض من أجل الاستقلال والقيم التي نشأت فيه من جهة، والمرحلة الجديدة وشعار الاحتفال من جهة ثانية، مشيرة إلى القيام بمسابقات رياضية وبرنامج للتوريث وسيمينارات وبرامج أطفال وجولة فرقة النسر الفنية التابعة للقيادة الشرقية. أوضحت إعداد برامج مارشات عسكرية وعرضا للقوارب السريعة والقوارب التقليدية وفعاليات فنية في الاحتفال المنظم على مستوى الإقليم في مدينة عصب يوم 23 من مايو، بالإضافة إلى الاحتفالات التي ستجرى على مستوى المديريات. وأشارت إلى تنظيم أنشطة في منتجع راس كومبو تشمل عروض فنية من 8 فرق ومعرض للصور من مختلف المؤسسات والقرى النموذجية لإدارات الضواحي في الفترة من 23 وحتى 26 من مايو، موضحة بأن هذه الاحتفالات ستكون منصة لنقل التاريخ وتوريث القيم. بدأت في الإقليم الجنوبي فعاليات احتفالات الذكرى 33 للاستقلال بتنظيم مختلف البرامج. أوضح سكرتير لجنة الاحتفالات بالإقليم السيد قرماي قبرو تقديم 68 أغنية ومسرحية من قبل الفرق الفنية لقوات الدفاع و12 مديرية للمنافسة، وستقدم منها 10 أعمال في الاحتفال الذي سينظم يوم 22 من مايو. كما اكتملت الفرق الفنية في مدن عبد القيح ومندفرة استعداداتها لتقديم العروض الفنية. كما سيشمل البرنامج عرضا يشارك فيه 520 طالبا، ومسابقة معلومات عامة بين الشباب والعمال، ومسابقة شعرية بمشاركة أفراد قوات الدفاع وغيرهم، وحفل موسيقي ل20 مطربا مشهورا، ومسابقة للرسم وعرض ثقافيا تشارك فيه المدارس. وأشار إلى تنظيم مسابقة للرماية يشارك فيها 800 فرد من أفراد الجيش الشعبي، فضلا عن إقامة سباق عدو للشعب والجيش لمسافة 10 كيلومترات يوم 19 من مايو بمشاركة كل الأندية. كما ستقام 235 من الحفلات والموائد الشعبية في المديريات وتنظيم برامج فنية وترفيهية. أفاد مكتب الزراعة في الإقليم الجنوبي تنفيذ أعمال فاعلة في سنوات الاستقلال الماضية لحماية التربة وحفظ المياه عامة وبناء خزانات المياه خاصة. أوضح مسؤول قسم حفظ المياه والتنمية المروية السيد تخلي مانو الزرعي إنشاء 152 سدا كبيرا ومتوسطا و269 حفيرا بسعة تزيد عن 47 مليون متر مكعب. وأضاف أن خزانات المياه التي يتم إنشاؤها في مناطق مختلفة تلعب دورا كبيرا في الدفع بالتنمية المروية من خلال إثراء محتوى المياه الجوفية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مباشرة للإنسان والماشية. وأشار إلى زراعة 3160 هكتارا من الخضروات والفواكه بالاستفادة من هذه الخزانات بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أوضح بناء المدرجات في مساحة 70,000 هكتار وحواجز في مساحة 58,000 هكتار وتمهيد 7,000 هكتار وبناء حواجز حجرية وأسمنتية في 73 موقعا. إلى جانب هذه السدود والحفائر المشيدة في الإقليم الجنوبي يوجد سدي مسلام ولوغو الاستراتيجيين في مدينة دباروا بسعة إجمالية تزيد على 47 مليون متر مكعب.
تلقى 168 شابا بينهم 74 من الإناث دورة تدريبية نظرية وعملية في مديرية مصوع لمدة تتراوح بين شهرين إلى 5 أشهر في الرسم والطبخ وتصفيف الشعر والحاسوب واللغتين العربية والتجرينية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد داوود تخلوم في مراسم التخرج في 16 من مايو أن الهدف من التدريب هو تمكين الشباب من اكتساب مهنة في مقتبل العمر وخلق الأرضية الملائمة لخدمة مجتمعاتهم بالاعتماد على الذات. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في إقليم شمال البحر الأحمر الشاب سليمان يوسف أن الدورات التدريبية تنظم بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة التعليم. وأشادت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة بمساهمة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لبناء الشباب، مؤكدة على استعداد إدارة الإقليم لدعم البرامج المماثلة. في غضون ذلك خرج مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوعة 22 من الإناث اللواتي تلقينا دورة تدريبية في الأشغال اليدوية. تنظم أنشطة نفير تنموي في مديرية قندع لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الترابية. وفي هذا الإطار أوضح مدير ضاحية دماس السيد رمضان عبد الله قيام السكان بأنشطة تمهيد الأراضي الزراعية لمكافحة انجراف التربة ورفع الإنتاج الزراعي، فضلا عن صيانة طريق دماس قحتلهي. من ناحية ثانية تم بناء فصول إضافية وسور بمبادرة شعبية للمدرسة المشيدة عام 2000 للنازحين في مدينة قندع من مديرية قلعلو جراء غزو الوياني. من جهة أخرى قام سكان وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية الشعب برعاية وتقليم الأشجار في مقبرة الشهداء بمناسبة الذكرى 33 للاستقلال. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية أنها أنهت بشكل رسمي وجودها الذي استمر 11 عاما في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بعدما أعلنت بروكسل الأسبوع الماضي عدم تمديد تفويض البعثة. ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مالي في العام 2013 بهدف تدريب القوات المسلحة في هذه الدولة الإفريقية لمواجهة الهجمات الإرهابية التي يشهدها البلد منذ العام 2012. وتألفت البعثة من نحو 700 جندي من قرابة 20 دولة أوروبية قبل تخفيض عددها بشكل كبير جراء توترات دبلوماسية بين باماكو وشركاء غربيين. وفي 8 من مايو أعلنت المفوضية الأوروبية عدم تمديد تخفيض البعثة نظرا إلى تطور الوضعين السياسي والأمني في البلد. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أمر بتسريع إنتاج أسلحة نووية لتعزيز قوة البلاد النووية بوتيرة أسرع. وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أشرف فيه كيم على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي جديد مزود بتكنولوجيا توجيه متقدمة. وأوضحت الوكالة أن كيم أصدر هذا الأمر خلال زيارته لمصنع أسلحة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء وتعزيز ردع الحرب النووية. وأكد كيم أن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس الأعداء من القدرات القتالية النووية لكوريا الشمالية. استمرت الاشتباكات العنيفة الدائرة بين قوات حرس الحدود الباكستانية ومقاتلي حركة طالبان الأفغانية لليوم الخامس، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والجنود من الجانبين وفق إفادات وكالة الأنباء الألمانية. وأفادت قناة طلوع نيوز الإخبارية الأفغانية بمقتل 4 أطفال وامرأة على الأقل في أفغانستان جراء إصابتهم بصاروخ تم إطلاقه من الجانب الباكستاني. وأفادت مصادر متعددة لوكالة الأنباء الألمانية بأن 4 جنود على الأقل من قوى باكستانية شبه عسكرية أصيبوا في اشتباكات على الحدود مع مقاتلي طالبان بمنطقة كورام في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وقال أحد المصادر أن الاشتباكات بدأت عندما اقتحم مسلحو طالبان الأفغانية قرى باكستانية وهاجموا المدنيين قبل أن تتم مطاردتهم. في الخبر الأخير، أجلي مئات الأشخاص وأوقف العمل في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب غربي ألمانيا من جراء فيضانات وأمطار غزيرة حسب ما أعلنت عنه السلطات ووسائل الإعلام المحلية. وارتفع منسوب المياه بشكل سريع في ولاية زارالاند الحدودية مع فرنسا، حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة. ودعا مكتب الدفاع المدني في زارالاند السكان إلى أخذ على درجات الحيطة والحذر وتفادي النزول إلى أقبية المنازل، خصوصا بعد انهيار جزء من حاجز مائي في بلدة كيفرشيت. وتحدثت صحيفة بيلد الألبانية عن فيضانات لم يشهد لها مثيل خلال قرن مع استمرار ارتفاع منسوب المياه.
في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ورود عدد من برقيات التهاني بمناسبة عيد الاستقلال. إكمال استعدادات احتفالات ذكرى الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. بذل جهود فاعلة لبناء خزانات المياه في الإقليم الجنوبي. بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في مالي تقاتل البلاد. زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية جديدة. واشتباكات حدودية بين الجيش الباكستاني وطالبان الأفغانية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.